من بيئة قاسية وأراضي قاحلة إلى مساحات خضراء شاسعة تجود بالخيرات كما ونوعا. هنا صحراء المامشى أقصى جنوبي ولاية خنشلة. هنا كانت الإرادة والعزيمة، الأرض التي تميزت بالأمس القريب بالصعوبة والقساوة حولتها سواعد الرجال إلى قطب فلاحي ينتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية التي تغذي الأسواق المحلية والوطنية. عندنا عدة شعب، منها بيرنجال، منها عندنا الحار، عندنا الحلو، عندنا اللوبيا. فيما يخص البيوت البلاستيكية عندنا تسمى 6 قطارات محمية بيوت بلاستيكية. عندنا في الشعب ما الجلبانة، الفول، الثوم، البصلة، تسمى الحقلية على برا. احنا اليوم لهنا رانا نساهموا في اقتصاد الوطن، نحاولوا جاهدا أنه نقصوا في البطالة، ونحاولوا أنه نستصلحوا هذا الأرض. إنشاء آبار عميقة واستعمال تقنيات الري الحديثة مع الاعتماد على البيوت البلاستيكية والزراعة المحمية، بالإضافة إلى المرافقة التقنية، كلها إجراءات سخرتها الدولة لدعم الفلاحة المحلية. هنا راهي المنطقة هذه كانت صحراء قاحلة، وبفضل مجهودات الفلاحين وأيضا مجهودات الدولة الجزائرية المتمثلة في دعم الفلاحين بكل الوسائل المادية. نحن كغرفة فلاحية نرافق الفلاحين في شتى المجالات، نذكر منها الإرشاد الفلاحي والأيام التحسيسية. تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية بابار يسوقون المحاصيل الزراعية بأسعار جد تنافسية، ما يشكل فرصة لهذه السوق لتكون مقصدا للتجار من باقي ولايات الوطن. مرحبا بالتجار، ارواحوا ترجيو جلبانه راهي كاينه كيما اليوم، الاسعار راهي معقوله، السلعه كاينه، فول كاين، جلبانه كاينه، كل الخيرات كاينين، كل الخير كاين، والسومه ثاني موافقه. إن نجاح صحراء المامشى في التحول من صحراء قاحلة إلى قطب فلاحي بامتياز يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي، قطاع يعول عليه لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.